سلام، مساء الخير عليكم، صحة فطوركم أحبائي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم شوية مقتطفات من النهار تاع اليوم، اليوم الأول من رمضان. نشارك معكم الطاولة تاعي وكيفاش وجدتها، يعني باش يكون في علمكم بلي أنا ماشي شاف ولا ماشي طباخة، ولا يعني عادي نطيب كيما شفت ماما طيب، ومن داك نجرب حاجات جدد وخلاص. يعني مانيش طباخة، يعني ماشي كيفاش نقول لكم عندي دي غوسات هكذا اصليين، ولا ندير كيما دير ماما وخلاص. المهم نهاري بديتو كي نوضت الصباح، درت التحليه نحيتها من يدي. كنت حطيت لكم الوصفه تاعها بالتفصيل في فيديو منفصل. بديت بها هي الاولى. شفت الفيديو تاعها قبل ما نوض الصباح، جاني فيديو ديالها في تيك توك ديريكتومون، قلت نديرها هي الاولى. كانوا عندي كامل اللوازم في الدار. هيا درت هذه التحليه. بعدها وليت قشرت كامل الخضره اللي راح نحتاجها. راح ندير فريك، شوربه فريك حنديروها بالخضره، وراح ندير زيتون وطبعا رولي وسلطه والبوراك. اول حاجه بديت بيها درت شوربه فريك، حطيتها تتقلى. بعدها وليت الزيتون كيف كيف، حطيت الدجاج يتقلى وحداهم. بعدها زدت لهم بصل هي، وحطيت الخضره كانت تقلات هذاك الفريك، حطيت له الخضره. ما على باش اسكو نتوما تاني ديروا هكذا ولا ما ديروش. كاين بزاف يقولوا باللي يديروا الفريك بلا خضره، انا دوك فيه زوج وفيه زوج بنان. كي كنت نقرا في باتنا كانوا يديروه بلا خضره ويجي بزاف بزاف بنين. هنا وليت للرولي تاعي. كما راكم تشوفوا حطيت صدر تاع دجاج، حطيت نص حبه تاع بصل، حطيت زوج مغارف تاع لا شابلور، شويه ملح، حبه بيض، شويه تاع راس حانوت، وشويه تاع فلفل اسود، وشويه تاع معدنوس. خلطتهم مليح وخليتهم يرتاحوا شويه. هنا احبائي شريت 60,000 تاع بولياشي، وخدمت لي هذه الكميه، خدمت لي كميه لبس بها. بعدها جبت بابي فيلم. يعني هذا موالفه ندير هذا الرولي، بصح تالمو عندي دايما الخدمه ماما اللي طيب ماشي انا اللي نطيب، خفت اني ننسى الوصفات اللي في عقلي. كي يجي رمضان كي نكذب فيك تاشي يحك رمضان، اسمع نولي ما نخدمش اوتوماتيكمون، نولي نطيب. نجيبو البولياشي ونحطو فوق البابي فيلم ونحلو بالطريقه هذه، طبقه تكون رقيقه، وتسمى نشمخ يدي في الزيت ونحل بالطريقه هذه. هنا الحشو كيما تحبوا. انا كنت عازمه اني ندير لافيونداشي لداخل، ومن بعد جاتني بزاف كنت ندير بولياشي وخلاص. ودرت الفرماج لداخل. هذا فرماج تاع شرائح، عجبني. اختي قالت لي بلي هذا طارتينو فيه وحده الريحه، انا ما بانتليش الريحه، عجبني. نفرشو هكذا بالطريقه هذه على كامل البولياشي تاعنا. بعدها نبداو نروليو. الى عجبكم هذا النوع من الفيديو خليو لي في التعليقات، كنت بزاف بزاف متردده. لانه كما قلت لكم انا ماني شاف ما والو، انا نفهم في الحلويات ونطيب عادي، نطيب كما كامل الناس في كامل الديار. يعني ما متقيده بحتى وصفه، نخدم كيما في الدار، كيما نخدم في الدار. المهم الا كان عجبكم خليو لي في التعليقات. هنا كنت طلقت الزيتون في المرقه تاعي، وطبعا طلقت الاخر زروديه. بعدها حطيت الرولي تاعي يطيب في الكسكاس تسمى بالفواره، ورحيت الفريك تاعي الخضره اللي في الفريك تاعي، وطلقت الفريك وخليته على النار حتى يطيب هذاك الفريك مليح. كان طاب الرولي تاعي، فوتو في المقله وخليته يتحمر شويه، وخليته على جهه حتى من بعد كامل باش نقصو. هنا درت البوراك بالبطاطا، ما على باليش اسكو جا مسوس ولا صامت. المهم مانيش موالفه نديرو بالوصفه هذه، كنت لقيتها في الانستغرام وجربتها وما عجبتنيش، ما فهمتش واش خاص. بنتي ما عندها حتى دوك سبيسيال. نديرها بالوصفه تاعي الاعتياديه، كنت نديرها بطاطا، بصح ندير عندي وصفه خلاف يجي بزاف بنين. انا هذه الوصفه اول مره نديرها وما عجبتنيش. المهم حطيت بطاطا وبزيتها هذه هضره نورمالمون غير حنا نقولوها. وزدت عليها الطون، وزدت عليها فرماج، زدت عليها شويه معدنوس، شويه زيتون هكذا، وخلطت بالطريقه هذه شويه تاع زيت الزيتونه ودرتها لداخل، حشيتها بالكريار. دوك ندير معكم حبيبه كما قلت لكم انا موالفه بوصفه خلاف، من بعد نشاركها معكم. نقلي البصله ونقلي معاها الفلفل الحلو طرشي، وبعد ما تقلى مليح مع لي زيبيس ولا نزيد عليها بطاطا ديك الساعه ونبزيهم مع بعض. تجي بزاف بنينه. ونزيد لها الفرماج. انا اول مره يعني نديرها بالوصفه هذه وما عجبتنيش بكل صراحه. اللي موالفه تجربها بالوصفه هذه وتجيها بنينه هنا كلوا لي في التعليقات باش نتاكد باللي درتها مسوسه على بها ما جاتنيش بنينه. المهم جيت ندير معكم السلطه.
سلطة سامبل سامبل، انا ماشي من محبيها، المهم درتها لهم غير في الدار برك. حطيت البيض طايب. وشو حطيت تاني؟ وحطيت هذا بولي فيمي، حطيت شويه. واش حطيت تاني؟ حطيت هذاك الخليط اللي كنت شريته بالميزان والله ما على بالي كيفاش يسميوه. وحطيت شويه تاع الشيدار، درتو مكعبات، كنتش على بالي بلا ياكلوه، اول مره نحط لهم في السلطه بصح كلاوه. جا بنين، انا قلت يتكل غير دايب، فهمتوني، يتكل غير سخون دايب، بصح حبوه هما هكذا كي حطيت لهم مكعبات كلاوه عجبهم. على بالي كثرت الهضره بصح المهم ساعفوني، اول مره ندير هذا النوع من لي فيديو. الا كان كما قلت لكم عجبوكم خليوا لي في التعليقات. المهم خلصت السلطه تاعي ودرت البوراك خليته على جهه ومن بعد نقليه. سما خلصت كلش، درت سيرفيس تاعي حطيته. المهم هذا السيرفيس هو الموانشغ الذي يوجد في السوق، سكاملي هكذا ب 460 الف. وهذا مغارف تاعي تاع بكري من العاده والكيسان. من بعدها وجدت الطابله تاعي ورجعت للرولي تاعي بعد ما قليته وليت قصيته. شوفوا جا بزاف 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 بنين. المهم حطيته في الطبيسي تاعي هذا هكذا. وهذاك الزيت اللي كليت فيه الرولي وكليت فيه هذاك الفخذ تاع الدجاج، وليت حطيت فيه لا كريم فريش وشويه تاع فرomاج باش زعما نسقي به الرولي تاعي كما راكم تشوفوا. هكذا حطيت الفخذ تاعي هذاك وحطيت نورمال الزيتون. سيداتي، اذا كان ما عجبكمش هذا النوع من الفيديو نورمال قولوا لي، راح نتقبلها بصدر رحب. لاني كنت بزاف شغل في صراعات داخليه اسكو ندير هذا النوع من الفيديو ولا ما نديروش، يعني التنمو ولفت غير بالحلويات حلويات حلويات، حبيت هكذا ننوع. المهم ان شاء الله يكون عجبكم هذا النوع من الفيديو. المهم وجدت التمر وجدت الحليب وجدت ثاني قديت البوراك، درتو كما قلت لكم لداخل الكريار. مي حتى الشكل تاعو ما يشهيش، حتى الشكل تاعو ما يشهيش، ما عجبنيش. من بعد نشارككم بالوصفه تاعي اللي موالفه نديرها، ما نزيدش نتبع انا هادو تاع الانستغرام. المهم حطيت لاصالات تاعي وحطيت الرولي تاعي تاني هكذا، وزدت حطيت الوراك. وتكون الطاوله تاعنا واجده، انا اللي درتها كامله سيداتي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. وكما قلت لكم الا كان عجبكم خليوا لي في التعليقات، الا كان ما عجبكمش ثاني خليوا لي في التعليقات. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، وصحه سحوركم.